لو بتحبي محشي ورق العنب يبقى الفيديو ده ليكي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا احلى ورق عنب ممكن تاكلوه في حياتكم كلها، والله العظيم مش بجامل. معايا هنا ورق عنب ومعايا حله بحط فيها زيت زي ما انتم ما شايفين، وبحط فيها معلقه سمنه، واكون مقطعه البصله بتاعتي وبحطها على النار وابدا اقلب فيها بالراحه لحد ما تدي لون دبلان كده، مش بحمرها، لون وردي. احلى والطف خلطه محشي ورق عنب ممكن تدوقوها في حياتكم، وده وعد. عندي هنا بقى توابل المحشي، عندي هنا فلفل اسمر، عندي كمون، عندي 7 بهارات، عندي جنزبيل، عندي بابريكا، عندي كزبره ناشفه، وعندي هنا بقى صلصه الطماطم بحطها على البصله زي ما انتم ما شايفين كده. وببدأ ان انا احط بعد ما بقلبها بحط التوابل بتاعتي. عندي هنا حوالي معلقة ملح صغيرة زي ما انتم ما شايفين، وعندي هنا معلقتين من السكر صغيرة. الصلصة يعني نحط سكر، معروفة في اي حاجة مش شرط المحشي. وعندي هنا مرقة دجاج، وعندي هنا بقى التوابل بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، بحطها كلها مع بعض وابدأ ان انا اقلبها لحد ما التوابل بتاعتي ما تبانش من الصلصة زي ما انتم شايفين. ده محشي تحفة ومش ببالغ بجد لو قلت عليه أسطورة. عايزة اقول لكم هو بيطلب مني وبطلعه اوردرات. هنا بغطي عليه، وهنا بقى لما الصلصة بتاعتي اتسبكت ما شاء الله، والله يا جماعة اللي بيطلبوا بياخد تاني. هنا بقى بكون غاسله الرز بتاعي وبحطه على تسبيكه الصلصه بتاعتي، بس انا هكون خدت شويه صلصه حطيتها على جنب، هوريكم في اخر الفيديو انا بعمل فيها ايه. حوالي كده سلطانيه من الصلصه. هنا بقى بميكس كل الصلصه مع الرز، بجد اسطوره اسطوره. هنا بقى خلاص سبكتها، بفضيها في وعاء تاني عندي عشان محتاجه الحله تكون فاضيه. بعد ما بفضيها بقى بالشكل ده بحط عليها الخضره بتاعتي، يعني بجد لوحة فنية. بجد اللي داقه يقول ويكتب لي كومنت وعلى فكرة بيطلبوا تاني، يعني كل اللي بيطلبوا مني بيطلبوا تاني. هو بقى ورق العنب، الكرنب، البتنجان، الفلفل. دي بقى الحلة اللي انا فضيت منها الرز، بحط فيها شوية زيت وبحط فيها القعر اللي انا هبدأ ان انا ارص فيه المحشي، زي الطماطم، زي البصل، زي ممكن العيدان بتاعت ورق العنب زي ما انتم شايفين كده. حقيقي لوحة فنية، لوحة فنية. هنا بقى ببدأ ان انا احط الرز على الجهة الخشنة مش الناعمة، وابدأ ان انا الف يمين شمال، وبعد كده امشي على طول ستريت. نعيد تاني، هبدأ ان انا احط على الجهة الخشنة، الف يمين شمال، وابدأ الف على طول زي ما انتم شايفين. الصوابع كلها هتطلع قد بعض. هعيد تالت، هحط على الجهة الخشنة الرز والف يمين شمال وامشي على طول، مش محتاجة بلانشة ولا محتاجة حاجة ان انتي تعملي. دي الرصة بتاعتي، اللهم بارك. بصوا الرصة برصتها ازاي. دي بقى الصلصة اللي انا قلتلكوا هنحتاجها في الاخر، بتدي طعم خطير يا جماعة، بجد اللهم بارك. بتدي طعم خطير في السوا في الاخر، بتخليها كده حاجة مسكرة. هنا ما شاء الله بغطيها واحطها على النار. هنا بقى بكون حطيت لها بقى شوربه على الوش، انا ما صورتهاش. هنا بقى بعد ما طلع، دي كانت حاله تانية برضو ما شاء الله. ممكن تقدموها بقى مع بانيه، ممكن تقدموها مع فراخ. ما تنسوش اللايك.